سمعنا بزاف على انواع الجن. كاين اللي كيكون من عنبر المكان، وكاين الجن اللي يقدر يجيك عن طريق وكاين واحد النوع اخر الا اديتيه في بلاصتو ممكن حتى هو يأذيك. ولكن شنو نقدر نقولوا على الجن العاشق؟ واش بصح كاين ولا غير اوهام كيتصوروا في عقل الانسان؟ واش الجن العاشق يقدر يوصل الانسان للجنون؟ هادشي اللي غادي نعرفوه في قصتنا اليوم، اللي هي قصه كلها تشويق ورعب وقعت لخونا عبد الرحمن اللي قرر يشاركها معنا. ولكن قبل ما نبداو ذكروا الله وصليوا على النبي، من الافضل الا كنتي داير السماعات غتعيش مع القصه اكثر. ودابا خليونا نسمعوا القصه ونشوفوا شنو وقع لعبد الرحمن. انا سميتي عبد الرحمن، تزاديد في واحد القريه صغيره لا داعي نذكروا الاسم ديالها. الناس ديالها الله يعمرها دار، دراوش مساكن، كل واحد داير في شغله، كل واحد وشنو تيدير في حياته. اما بالنسبه للوالد ديالي كاين فلاح كيقابل الارض اللي خلى لينا جدي الله يرحمه، كيحرثها ويزرع الخضره. راكم عارفين كيفاش يديروا الناس ديال القرى. المهم هذا هو مصدر الرزق ديالنا، منها كنا كنعيشوا. الصغر ديالي عشت طفوله عاديه بحال الاطفال كاملين، يعني كنت كنقرا وكنلعب كنجري وكنضحك. المهم الطفوله ديالي دازت عاديه، ما كانت حتى شي حاجه غريبه. دازوا الايام وكبرت وكنت كنعاون الوالد ديالي في الجنان والامور غاديه مزيان الحمد لله. حتى لواحد النهار فاش وصلت 19 سنه جاتني فرصه نخوي ديك القريه ونمشي نخدم في العسكر. فعلا الحمد لله تيسرت الامور وليت خدام عسكري، وكنت كنصيفط شويه الوالديه في البلاد وكنوفر شويه. تيسر الله وكملت ديني وتزوجت بواحد البنت من نفس القريه ديالي. ودازوا الايام ولدنا وليدات، كان ضروري خاصني نجيب وليداتي حدايا حيت هنا ممكن يكملوا قرايتهم مزيان. حيت دابا انا استقريت في واحد المدينه صغيره بحكم انني خديت التقاعد ديالي، واختاريت هذه المدينه باش نكمل فيها هادشي اللي بقى ليا في عمري. وهنا غادي يبقاو الاحداث الغريبه يوقعوا معايا واللي بدلوا لي حياتي. وليت كنشوف شي حوايج ما يتقبلهمش العقل. كلشي غادي يبدا نهار شريت واحد البقعه ارضيه صغيره على قد فلوسي، ولكن ما كنتش قادر نبنيها حيت ما كانوش عندي الفلوس باش نبني في ذاك الوقت. ولكن منين ربي سال عليا وقدرت نجمع شويه ديال الفلوس، قررت نبني ديك الدار اللي تقدر تحميني انا وعائلتي ونخرجوا من ديول الكرا. مورا ما شديت التقاعد ديالي وليت كنخدم في الحراسه الامنيه، مره في الاداره ومره في شي شركه خاصه على حسب الخدمه اللي كنت كنلقى. الا كانت شي خدمه مزيانه كنت كنشدها حيت العمر ديالي ما بقاش عندي جهد زعما نخدم شي حاجه اخرى. ما عندي حتى شي اختيار اخر من غير حارس امن يعني عساس. الحمد لله الخدمه اللي كنت كنخدم في الشباب ديالي قدرت نجمع منها فلوس كافيين باش نبدا البني. ولكن الصعوبه كانت هي كيفاش نوفق بين الخدمه والبني ديال الدار ديالي، حيت كنت كنخدم بالليل عساس وبالنهار كنقابل المعلمين الا خصاتهم شي حاجه سلعه كنجيبها لهم وواقف على شغلي. الحاجه الزوينه في الموضوع هو انني كان عندي واحد الصديق اللي سميتو ابراهيم، واللي كنا ديما كنشتغلوا مع بعضياتنا سواء في الحراسه ديال الدوله ولا في الشركات الخاصه. تعودنا على بعضنا، وحتى انا ما كنتش باغي نخدم في شي بلاصه بلا بيه. المهم مني وفقني الله وكملت البني ديال الدار الحمد لله. بدات العائله والجيران كيباركوا لينا، وهذه عاده عندنا، حيت ملي شي حد كيبني دارو ولا كيشري شي حاجه كيجيو الجيران والعائله يباركوا ليه. شي وحدين كيعرضوا عليك الغداء ولا شي وحدين يعرضوا عليك العشاء. في النهار الاول الناس ما قصروش معنا الله يجازيهم بخير، ها اللي جاب الغداء ها اللي جاب العشاء، وهذا الشيء معروف في الايام الاولى من الانتقال للدار الجديده. ولكن من بعد ما جات خت مراتي وعرضت علينا باش نمشيو عندها لدارها، بغات دير لنا عشاء احتفالي باش تبارك لينا وتفرح بينا. الدار ديالها ما بعيداش علينا بزاف، تقريبا شي نص ساعه بالطوموبيل. ولكن مع الاسف النهار اللي غدير لنا هذاك العشاء كنت مشغول في الخدمه وما قدرتش نمشي معاهم. مع ذلك ما بغيتش نحرمهم من الفرحه، قلت لهم نتوما غير سيروا عند خالتكم، اما انا غادي نمشي لخدمتي حيت عندي الخدمه كثيره هاد الليله وما يمكنليش ما نكونش حاضر. كنت خدام عساس في واحد الديبو تابع لواحد الشركه خاصه، وكان معايا داك الصديق ديالي اللي قلت لكم صاحبي ابراهيم. قلت لعائلتي يمشيو يتعشاو وانا مشيت للخدمه، حيت كنت كنخدم من 6 ديال العشيه حتى ل 6 ديال الصباح، يعني 12 ساعه ديال الخدمه المتواصله. وفي هذا النهار بالضبط قال لي المدير باللي كاينه شي سلعه غادي توصل للديبو وغادي توصل معطله، وحنا اللي خاصنا نستقبلوها. كانت مهمتنا هي نسلموا السلعه ونسجلوا عدد البضاعه اللي نزلات بالضبط ونتاكدوا منها كرتونه بكرتونه قبل ما ندخلوها للديبو. هادشي فيه مسؤوليه كبيره، وانا بصراحه كنت عيان وما كنحملش نتحمل مسؤوليه كبيره بحال هذه. صاحبي ابراهيم شاف فيا ما كنتش راشقه ليا ديك العشيه وجا عندي سولني مالك عبد الرحمن اليوم كتبان ليا ماشي هو هذاك، ياك ما عندك شي مشكل؟ جاوبته لا ما عندي حتى مشكل، غير انا عيان شي شويه وحتى اخت مرتي عرضت علينا العشاء وما مشيتش، صيفط غير مرتي والدراري. هادشي اللي كاين اخويا ابراهيم. هنا جاوبني ابراهيم ومالك اخويا ما تمشي من هاني تستراح لك شويه وتبدل الجو وغدا ان شاء الله يجي الخدمه ديالك، راه عادي ما كاين حتى شي مشكل. جاوبته قلت ليه ما قدرتش نمشي خاصني نحضر ضروري. علاه ما سمعتيش المدير شنو قال؟ اليوم عندنا شي سلعه غتجي
وفوق هادشي البضاعه جايه عن طريق المدير. يعني هاد الامانه ما يمكنليش نغفل عليها، خاصني نكون حاضر ونشرف على كل شيء باش نرتاح نفسيا ونتاكد باللي السلعه كامله وموجوده في الديبو. جاوبني ابراهيم وبحال تقلق شويه من هاد الهضره اللي قلت ليه. قال لي عيب عليك صاحبي تقول هكا، انا راه خوك، الا ما عاونتكش انا شكون غادي يعاونك؟ سير راه الناس عارضين عليك زعما ومخليهم وجاي لهنا. عرفتي شنو غادي دير؟ غير هز التليفون واتصل بهم وانا نضبط لك الامور، وراك عارف يمكن واحد النهار نحتاجك حتى انا تقضي لي الغرض، وما فيها حتى شي مشكله اخويا عبد الرحمن. هنا انا سكت وبقيت كنفكر، شافني متردد وقال لي الا بغيتي نصيحتي رجع لدارك بدل حوايجك، سير اخويا بدل الجو وفرح وليداتك، راه باقي عندك الوقت الكافي، مازال عندك الوقت بزاف وما تقلقش. انا هنا والعمال غادي يجيو وينزلوا البضاعه والسلعه اللي غتجي كثيره بزاف، يعني غادي يقعدوا هنايا حتى الاخر ديال الليل، راه ما غاديش نبقى بوحدي في هذا المكان. ترددت بزاف وقلت ليه والله ما عرفت شنو غادي ندير. جاوبني ابراهيم قال لي بلا ما تبقى تفكر بزاف اصاحبي، رجع بدل حوايجك وضبط امورك وسير العرضه، ما تقلقش راسك وما تقلقش مرتك، راه المراه امانه في رقبتك. قلت ليه واخا شكرا اخويا ابراهيم، داكشي اللي غادي ندير. وفعلا رجعت للدار باش نبدل حوايجي وندوش ومن بعد نمشي لدار اخت مرتي. ولكن مني وصلت للدار وقفت برا حسيت بشعور غريب، واحد الضيق غريب شدني بحال شي هم ثقيل نازل على قلبي، شي حاجه ما مفهوماش، بحال احساس باللي شي حاجه غادي توقع، شي حاجه خايبه كتسناني، ولكن كان مجرد احساس ماشي حقيقه. وقلت مع راسي لا الواقيلا غير تنتوهم، ما يكون غير الخير ان شاء الله. وتعودت من الشيطان وخلاص، يعني الموضوع عادي، اي واحد ممكن تجيه ضيقه بحال هكا. دخلت للدار ولكن حسيت بها في شكل وظلامها ثقيل، انا يلاه عشت فيها شي اسبوع ولكن عمرني حسيت بهذا الشعور. ولكن هذه المره كان احساس مختلف، بحال الدار ولات مرعبه فيها شي حاجه مخيفه. قلت مع راسي لا هادشي غادي يكون غير وسواس نعلت الشيطان، ومشيت ديريكت للغرفه ديالي. وانا كنتمشى حسيت بواحد العيا ماشي طبيعي، هنا الجسم ديالي بحال الا تخدر وكانني واكل العصا، احساس غريب بحال شي حاجه سحبات مني الطاقه ديالي. كنت محتاج نرتاح حيت هاد العيا ماشي عادي، مع العلم انني كنت ناعس مزيان، موجد راسي للخدمه، راكم عارفين من 6 الليل حتى ل 6 الصباح، يعني كاينه تماره داكشي علاش الناس مزيان وكل شيء كان عادي. ولكن فجاه حسيت بتعب مفاجئ وغريب. قلت مع راسي يمكن غير الارهاق اللي دار ليها، كيبان لي ما غاديش كاع نمشي لهاد العرضه ندير بالناقص، غادي ندوش ونرتاح شويه حيت كنت كنحس براسي مهلوك وما قادر حتى نتمشى. دخلت للحمام عزكم الله وشعلت الشوفو، ولكن وانا كنت كندوش سمعت شي حاجه كتحرك داخل الغرفه. قلت واقيلا ان العائله ديالي هي اللي رجعت من العرضه، ولكن الغريب هو ان الوقت باقي بكري، مستحيل يكونوا سالوا بهذه الصوره. هنا الاخوان استغربت وطفيت الشوفو وبديت كنسمع مزيان فعلا كان شي حد كيتحرك داخل الغرفه. بقيت كنعيط على مراتي فاطمه وفاطمه، بقيت كنعيط ليها ولكن ما كان حتى شي رد. قلت خاصني نشوف شنو واقع. خرجت من الدوش ومن ورا باب الحمام فتحت الباب شويه وبديت كنعيط، ولكن حرفيا المكان كان هاد بزاف وما كان حتى شي حد، لا العائله ديالي لا مرتي لا حتى شي حد. حتى الصوت اللي كنت كنسمع غبر بحال الا انا بوحدي في هذا الدار، كانه اصلا ما كان حتى شي حد كيتحرك تما. قلت واقيلا غير كنتوهم وصافي نسيت الموضوع ما تسوقت. سديت عاوتاني الباب وبقيت كندوش وقلت مع راسي منين نكمل غادي نشوف. وفعلا ملي ساليت درت الفوطه وخرجت من الحمام، ولكن الحاجه الغريبه اللي خلعتني هي ان الباب الغرفه كان محلول. انا متاكد انني كنت سديته قبل ما ندخل الحمام، وقفت بدون حركه وعيني كتشوف الباب محلول. وهنا الخوت التبوريشه بدات طالعه ليا من صباع رجلي، وقلت مع راسي واقيلا راه العائله ديالي هما اللي وصلوا وهما اللي حلوا الباب. مشيت ديريكت لباب الغرفه وانا شاد الفوطه وكنشوف على اليمين وعلى اليسار الدار مازال مظلمه وحاس براسي بوحدي فيها. بديت عاوتاني كنعيط وفلانه ما كاين حتى شي رد. استغربت من هذا الشيء اللي وقع، واش ممكن غير العيال اللي فيا كيخليني نتخيل ولا بصح كاين شي حد كيتحرك في الغرفه؟ قلت اش غادي ندير؟ واقيلا هاد العيال اللي فيا خلاني نولي بحال حمق ونتوهم شي حوايج اصلا ما كاينينش. حاولت ننسى كل شيء، لبست حوايجي ومشيت للناموسيه تلحيت فيها وانا مهلوك وما حسيت بوالو. واول ما داني النعاس دا 6 ساعات تقريبا. هنا بديت تنسمع مراتي كتهضر معايا، قالت لي علاش ما جيتيش للعرضه اللي دارت لينا اختي؟ وانا كنت غارق في النعاس مغمض عينيا وما بغيتش نحلهم كاع، حيت كنعرف راسي الا حليتهم غادي يطير عليا النعاس وهذه عاده خايبه فيا. بقيت مغمض عينيا ورديت عليها وانا مهلوك بالنعاس. غير سمحي لي راه كنحس بواحد العيا ماشي طبيعي، عظامي كيضروني وما قادرش نوض، خليني عافاك النعاس دابا وغدا ان شاء الله ما يكون غير الخير. صافي سكتات مرتي وما ردات عليا ولا قالت حتى كلمه.
انا بقيت مغمض عيني وقلت مع راسي واقيلا تقلقات، ولكن هادشي عادي، هرمونات العيالات تعود عليهم، مره مقلقه مره فرحانه، ماشي مشكل، غدا ان شاء الله نراضيها نشري ليها شي حاجه باش نفرحها. ولكن هنا وقعت شي حاجه غريبه، كنت ساكت ولكن سمعتها كتمشى في البيت، الصوت ديال الخطوات ديالها كانوا واضحين، قربت الناموسيه وقعدات وحسيت بالفراش كيتحرك. ديك الساعه تكات حدايا وعطاتني بظهرها وانا عطيتها بظهري، لكن هنا حسيت بشي حاجه ماشي طبيعي تحت المنطقه باش كنت مغطي، كانت واحد الحراره ماشي طبيعيه، كانه تحت مني الفاخر شاعل، مع العلم ان الجو برا كان بارد وكنحس بالبرد في يدي وجهي، ولكن تحت المنطقه الحراره كانت كتخنق. قلت مع راسي ماشي مشكل، غادي ننعس وصافي ونتجاهل هادشي. حاولت نكمل نعاسي وما تسوقش، ولكن هنا بدا الرعب الحقيقي. حسيت بيدها كتحطها عليا، مره كانت كتحك ليا في شعري، ومره كتحسس ليا على كتفي، ومره على صدري. انا حسيت بها ولكن كنت باقي مغمض عيني وحس براسي مخدر بحال شي حد دق ليك البنج، بحال هكا كنت انا ديك الساعه. واخا عيني مغمضين كنت حاس ان هادشي اللي بجنبي ماشي مراتي، ولكن ما كنتش قادر نتحرك ولا ندير حتى شي حاجه. ديك الحراره غاديه وكتزاد، وكنحس بالنعاس كيغلبني بزاف حتى وليت مخدر كلي، وكنحس بالنعاس كيغلبني بزاف حتى وليت مخدر بلا ما نقدر نحرك حتى صباعي. قلت مع راسي خليها على خاطرها، عندي ما ندير غير نعاس وصافي. نعاست وغرقت في النعاس، ولكن ملي ضربتني الفيقه كان فيقني اذان الفجر. شديت راسي وحسيت ان ذاك التعب الغريب اللي كان فيا البارح كل شيء رجع طبيعي، وكأنه ما كان فيا حتى شي حاجة. الحاجة الوحيدة اللي حسيت بها هي الحرارة في بعض البلايص في الجسم ديالي، كانت واحد الحرارة غير طبيعية. قلبت على مراتي لقيتها باقا ناعسة وعطيني بظهرها. قلت مع راسي غادي نخليها ترتاح. أنا فقت ومشيت ديريكت للحمام عزكم الله، توضيت باش نصلي الفجر، ولكن هنا كانت الصدمه. خرجت من الحمام شفت الناموسيه، ولكن مراتي ما كانتش فيها، ما كانتش في الغرفه اصلا. الطلمنطه اللي كانت مغطي بها كانت مرتبه، اما الجهه ديالي كانت مرونه بحال نعس غير بوحدي. هنا الاخوان تجمد الدم في العروق ديالي. مشيت للباب شفتو كان مسدود من الداخل، حاولت نشوف وحاولت نحل الباب، ولكن لقيته مسدود من الداخل. المراه ما كانتش تما كاع، حتى غير شويه خليتها كانت ناعسه بجنبي. ولكن دابا الناموسيه من الجهه ديالها مرتب والجهه ديالي مرونه. كيفاش هادشي وشنو واقع؟ حليت الباب وخرجت من الغرفه، شفت الدار كلها مظلمه وحرفيا كنت غير بوحدي. ما نكذبش عليكم الاخوان، هنا شدني واحد الرعب تقدرش تخيلوا. بسرعه جريت وشعلت الضوء، قلبت على التليفون ديالي حتى لقيت فيه رساله من مراتي، وكتقول لي في هذه الرساله اسمح لي انا ما قدرتش نرجع للدار دابا حيت الوقت كان متاخر وقررنا نباتوا في دار اختي. هنا صافي قلبي خرج من بلاصتو في هذه اللحظه. جاتني واحد التبوريشه في الجسم ديالي وبدات افكار كثيره كتدور في راسي. دابا الا كانت مراتي فعلا في دار اختها، شكون اللي غادي يكون دخل عليا البارح؟ شكون اللي كان ناعس؟ شكون اللي كانت كتحس عليا وكتقيسني وكتحك ليا في شعري؟ شكون غتكون هاد المراه؟ زعما غتكون داكشي اللي على بالي؟ تجمدت في بلاصتي وقلت مع راسي هادي ما يمكنش تكون مجرد غير اوهام، كل شيء كان حقيقي، حسيت به بوضوح. في هاد اللحظه الخوف بدا كيزيد والتبوريشه ما خلاونيش نتحرك. تعودت من الشيطان الرجيم وبديت نجمع في راسي. قررت نحتفظ بالسر بيني وبين راسي. مستحيل نقول لعائلتي انني نعست وجنبي كانت شي وحده، او بالاحرى شي جنيه او شيطانه. حتى الا صدقوني غادي يخافوا وما غاديش يبغيو يبقاو ليا في هاد الدار هادي، وانا دابا سنين وانا خدام وكنجمع ريال بريال باش نبني هاد الدار هادي. مستحيل نخرب على راسي. حبست هاد السر في الداخل ديالي. نيشان هزيت التليفون وصونيت على ابراهيم جاوبني في التليفون وقال لي الحمد لله السلعه كلها نزلات تحطات في الديبو وحسبناها كل شيء هو هذاك. عندك علاش تخاف اخويا عبد الرحمن؟ يرتاح مع راسك، ولكن غدا خصنا نجيو بكري باش ندخلوها في السيستم ونسجلوا المعلومات. قلت ليه ماشي مشكل اخويا ابراهيم، ان شاء الله غادي نجي غدا بكري. ولكن ما قدرتش نعاود ليه والو من هادشي اللي وقع ليا. خفت لا ما يتيقنيش. فعلا بقيت حتى رجعت العائله ديالي طمأنيت عليهم وجلست تغديت معاهم وبدلت حوايجي، ومن بعد خرجت للخدمه قبل الوقت المحدد. صافي وشديت الطريق وصلت الديبو وكل شيء كان عادي. خدمنا بدون مشاكل، عاودنا تاكدنا من السلعه وسجلنا البيانات وكل شيء داز مزيان. حتى جا الليل كنا انا وصاحبي ابراهيم جالسين قدام البوابه الرئيسيه ديال الديبو، حاطين الكراسه كنشربوا اتاي وكنهضروا وكنضحكوا وكنديو ونجيبوا في الهضره. اتصلنا التليفون ديالي، لقيت مراتي هي اللي كانت كتصوني. قلت لابراهيم غادي تسمح لي يا خويا ابراهيم، خصني ضروري نجاوب مراتي. مشيت انا بعت واحد شويه ورديت عليها، قلت لها اش كاين؟ كلشي مزيان؟ صافي جاوبتها وقلت لها
واش الدنيا هانيه، واش شي باس ما كاين. ولكن هي جاوبتني بواحد الصوت كان غريب، جاوبتني بنبره ماشي ديالها العاديه، صوت كان حنين بزاف، وقالت لي كي دوزتي اليوم توحشتك. انا تجمدت في بلاصتي حيت احنا مزوجين من سنين هادي ومتعودين على بعضياتنا، عمري ما سمعتها كتهضر معايا بهذه الطريقه من شحال هادي. كنحبها وهي كتحبني، ولكن حنا متعودين على طريقه الكلام تكون عاديه بدون هاد المحنه الزايده. وقلت مع راسي واقيلا باغا شي حاجه، او اما بغات الفلوس ولا عندها شي طلب. هنا جاوبتها وقلت لها قولي لي شنو بغيتي، بلا ما تدوري الهضره قول لي شنو خاصك. ديك الساعه سكتات واحد شويه، ومن بعد جاوبتني قالت لي بواحد الجمله اللي خلات الدم يتجمد في العروق ديالي. قالت لي توحشتك بحال البارح في الليل. هنا قلبي بغى يخرج من بلاصتو. قلت لها كيفاش؟ قالت لي بحال البارح فاش كنت ناعسه حداك. واش غنقول لكم الاخوان، انا تصدمت من هادشي اللي سمعته. انا ملي سمعتها كتقول لي البارح في الليل فاش كنت ناعسه حداك، طاح لي التليفون من يديا. صافي بقيت كنتلفت بجنابي بحال شي واحد حمق، حسيت قلبي غادي يخرج من بلاصتو، وتعوذت بالله من الشيطان الرجيم. وانا متاكد ان البارح ما كان حتى شي واحد معايا في الدار، يعني اللي كانت بجنبي واللي حسيت بها غتكون زعما ماشي مراتي. وشكون بالسلامه غادي تكون؟ جمعت القوه ديالي، شديت التليفون وعاودت اتصلت بمراتي. هنا مراتي جاوبتني بصوت عادي. قلت لها وانا مخلوع ومزروب تخلطوا لي الاحاسي. قلت لها اش قلتي لي دابا؟ جاوبتني وهي مستغربه من السؤال ديالي. قالت لي ما قلت لك والو. جاوبتها وقلت لها دابا انا البارح وقع معايا كذا وكذا، وانتي دابا قلتي لي. قاطعتني ديريكت وقالت لي اش كتقول وشنو كتخربق؟ انا اصلا ما عيطتش عليك، انت اللي عيطتي لي واحد شويه هادي وقلتي لي باللي انك ساليتي الخدمه وغادي ترجع للدار. انا سكت وقلت مع راسي انا عيطت ليها مستحيل. جاوبتها وانا مخلوع انا ما عيطتش ليك، انت اللي عيطتي عليا. بدات المواجهه بيني وبينها، كل واحد متاكد ان الاخر هو اللي عيط. بقينا كنتناقشوا وقلت لها انت اللي عيطتي، قالت لي لا انت اللي عيطتي ليا. ولكن انا متاكد ما عيطتش ليها نهائيا. ولكن المشكله هي شكون اللي غادي يكون عيط ليها بالصوت ديالي. وانا الخوف الاصدقاء بدا كيزيد بزاف. صافي قطعت المكالمه ورجعت عند ابراهيم، ولكن كان باين عليا اني متوتر بزاف. غير شافني وقال لي مالك اخويا ابراهيم، كتبان لي مخلوع ياك شي باس ما كاين. جاوبته وقلت ليه عافاك اخويا ابراهيم، جاوبني بصراحه الله يرحم الوالدين، واش التليفون ديالي فاش كنا جالسين واش كان كيصوني؟ ابراهيم شاف فيا بواحد النظره غريبه وقال لي لا ما صون حتى شي تليفون، انت غير خشيتي يديك في جيبك وخرجتي التليفون وشديتيه وبديتي كتهضر بوحدك. صافي تشمت انا في بلاصتي. قلت ليه واش متاكد يمكن ما رديتيش البال واقيلا؟ هنا ابراهيم شدني من كتفي وقال لي بواحد الجديه وصاحبي التليفون ديالك راه ما صوناش، انت جبتيه هو كان ساكت. قال لي ابراهيم كتبان لي مازال شاد فيك العيا، خاصك تمشي ترتاح شويه، غير سير نعس انا غادي نرد لك البال ما تخافش. ولكن صافي انا ما بقيتش قادر نسكت، وقلت مع راسي خصني نعاود ليه كلشي. وفعلا عاودت ليه كلشي داكشي اللي وقع معايا. بقى كيسمعني ابراهيم حتى سالت ليه القصه، ومن بعد تنهد وقال لي هادي اخويا ما تكون غير الافعال ديال الجنيه عاشقه. انا جاوبته ولكن حسيت براسي ما بقيتش قادر نوقف على ركبيه. قلت ليه شنو؟ جاوبني ابراهيم وقال لي انا كنسمع على هاد الامور، الجنيه العاشقه تقدر تدخل في حياه الانسان بلا ما يحس، كتظهر ليه في الاحلام وحتى في الواقع، وكيكون عندها واحد التعلق خاص بالانسان اللي كتختاره وكتحاول تقرب ليه باي طريقه. جاوبته وانا كنحاول نتهرب من الواقع. لا مستحيل يكون هادشي بصح، يمكن غير تنتخيل هادشي. ولكن هو كان متاكد من كلامه. قال لي بجديه وصاحبي هادشي راه بصح، واللي جاك في الليل راه كانت جنيه عاشقه. رد بالك وحسن راسك بالقران، راه ممكن تبقى تجيك في الاحلام ولا حتى في الواقع. كل مره كنزيد نتصدم. وهنا انا جبت التليفون وصونيت على مراتي بالزربه. قلت لها الو فاطمه، ديري القران في الدار، صلي وذكري الله وحسني راسك وردي البال للدراري. مرتي تخلعات وجاوبتني هي حاسه بشي حاجه غريبه، وجاوبتني وقالت لي واش وقع شي حاجه مالك ياك شي باس ما كاين؟ انا جاوبتها وانا كنحاول نهرب من التفاصيل. لا والو، غير حنا دخلنا للدار جديده ولازم نحسنوها باش الله يبارك لنا فيها. صافي قطعت مع التليفون، ولكن كنت عارف ان الامور ما غاديش تسالي هنا. ابراهيم عطاني رقم ديال واحد الشيخ معروف بالرقيه الشرعيه وقال لي هاك تواصل معاه، راه هو اللي غادي يساعدك في هذا المشكل. انا الصراحه ما ترددتش وعيطت عليه، ووعدني انني نمشي عنده. مشيت عنده شحال من مره، الراجل حاول معايا وقرا عليا، درنا جلسات ديال الرقيه، ولكن العاشقه كانت قويه. قال لي الشيخ بعد محاولات كثيره هذه ماشي حاجه سهله. الجنيه كانت ساكنه في الارض اللي بنيتي فيها الدار، وهي دابا كتعتبرك تعديتي على المكان ديالها. الشيخ حاول معايا بكل الطرق ولكن ما قدرش يخرجها. ولكن مع الوقت ومع استمرار الرقيه الشرعيه والالتزام بالصلاه والاذكار وقراءه القران،
والتعليمات ديال الشيخ كانت واضحه، وقال لي دير داكشي اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحد خاصو يرقي راسو، ولا ما قدرش عادي يمشي لشي حد اخر يرقيه. وهنا انا فهمت بلي الامور بيدي، انا صبرت، تحملت وجاهدت وقاتلت معاناتي، ولكن كرهت حياتي، حسيت براسي غادي نحماق. ولكن سبحان الله مع الوقت ومع الاستمرار في الرقيه الشرعيه الموضوع بدا كيتلاشى شويه بشويه، ولكن ما كنتش عارف ان هذا الشيء غير البدايه. الاوهام كبرات مع الايام، ودازت شهور على هذه الحاله وانا مازال مستمر كنرقي في راسي بالصلاه وبالقران وبالالتزام. ولكن شي حوايج غريبه بدات كتوقع معايا، وبديت تاني كنحس بشي حاجات كيوقعوا ولكن كتكون غير اوهام. مثلا كنت كنحس براسي كنهضر مع مراتي، ولكن كيتضح ليا من بعد انني عمرني هضرت معاها اصلا. كنت كنعس ونفيق نلقاها حدايا في الناموسيه، ولكن ملي كنفيق كنلقى راسي بوحدي. اي حاجه كتوقع بيني وبينها في الاخير كيتضح ليا انها ما وقعاتش نهائيا، كلشي كان غير اوهام. هذيك العشيقه كانت كتلعب بيا وكتخليني نشوف حوايج ما كايناش اصلا. صبرت وتحملت وقلت راه الابتلاء راه نعمه من عند الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى كيبتلي العبد باش يشوف واش غادي يصبر، وإلا صبر كيكون الجزاء ديالو عظيم، وضروري شي نهار ان شاء الله غادي يرفع عليا البلاء. واحد النهار وانا قاعد دخل عليا ابراهيم وقال لي عندي لك واحد الخدمه خفيفه، هي نفس الدومين نيت ولكن ما فيهاش تعب بزاف. جاوبته وقلت له شنو هي هاد الخدمه هادي اخويا ابراهيم؟ قلت ليه كي داير هاد الخدمه هادي؟ قال لي بلي واحد المدرسه خاصينها 2 عساسه ما فيهاش تماره بحال هادي اللي حنا فيها دابا، وغادي نخدموا غير في الليل بحكم اننا متعودين على السهر، غير هو ماشي ديما، غير 3 شهور ديال الصيف، ومن بعد نشوفوا شي خدمه اخرى ان شاء الله. وبقيت كنخمم ولكن كنشوف غير 3 شهور، ولكن مع صاحبي ابراهيم وما فيهاش تماره والمدخول ديالها كان احسن من اي خدمه خدمناها من قبل. وقلت مع راسي علاش لا. عيطت ليه في العشيه وقلت ليه صافي اللهم يسر غير دير بحسابي. الغد ليه مشينا انا وابراهيم قدمنا الطلب ديالنا وتقبلنا بالزربه، حيت عندنا تجربه كبيره في الامن والحراسه. حالتي الصحيه كانت مكرفسه شويه، فهاد الفتره كنت مرهق جسديا ونفسيا. الرقيه الشرعيه كانت كتعييني، والاحداث اللي وقعت معايا كانت مرهقه جدا. العشيقه كانت مازال كتجي عندي وكتوهمني وكتلعب بيا، ولكن الغريب في الامر هادشي كله ما كانش كيبان لشي حد اخر من غيري. لا عائلتي حسات بشي حاجه، ولا صحابي، ولا حتى صاحبي ابراهيم ما حس بوالو. انا بوحدي اللي كنت كنشوف هاد الحوايج، بوحدي اللي كنت كنعاني. انا بديت كنشك في راسي واش انا تسطيت، واقيلا انا مريض نفسي، ولا خاصني نمشي نداوا، واش هادشي فعلا واقع ليا بصح. الصراحه بديت كنفقد الامل ووليت كنفكر في شي حاجه ما عمرني فكرت فيها من قبل. كنقول مع راسي علاش ما نموتش كاع ونرتاح، علاش نبقى عايش في هذا العذاب؟ يمكن نموت غادي يكون احسن ليا. ما كذبش عليكم، وصلت لواحد المرحله فقدت فيها الامال كليا في الحياه. استغفر الله العظيم، نسيت بان رحمه الله سبحانه وتعالى واسعه، وان العبد خاصو يصبر ويكافح، والصبر مفتاح الفرج، وان هذا الشيء ابتلاء. كل هذا الشيء نسيته من كثر التعب والحوايج اللي شفت في حياتي. فعلا في النهار الاخر سنينا الكونطرا انا وصاحبي ابراهيم مع اداره المدرسه، والحمد لله بدينا الخدمه، وهذه غتكون اول ليله لينا في هذه المدرسه هذه. ولكن انا كنت هادئ شويه ومتسلم الوضع، يعني ما بقاش كيهمني والو، يوقع اللي وقع، نشوف اللي نشوف. صافي حسيت براسي فقدت عقلي بالكامل. اول اسبوع داز بخير وما شفت حتى شي حاجه غريبه في هذه المدرسه، ولكن في النهار الثامن كنت خارج من الدار مع 5:30 ديال العشيه غادي للمدرسه. وانا غادي في الطريق بالطوموبيل لاحظت مرا غاديه على جنب الطريق لابسه كلشي كحل. واحد العدد منكم غادي يقول لي مرا بعد المغرب غاديه في جنب الطريق، فين هو الغريب في الموضوع؟ لكن الغريب في الامر واللي ما عرفتوش هو انني كنت كنشوفها قدامي غاديه، ومني كنت كنقدم شويه في الطريق كنت كنلقاها في بلاصه اخرى مازال غاديه. بديت كنقول مع راسي واش هادشي غير تخيلات ولا هادشي بصح نيت؟ وبدا تاني الوسواس كيدخل قلبي، وبديت كنقول شنو كاين وشنو كيوقع. وقلت مع راسي شنو واقع، واش هادشي اللي كنشوف تاني؟ ولكن من قربت ليها مزيان لقيتها واقفه وكتشير ليا بيديها كانها بغاتني نوقف ليها ونوصل لها لشي بلاصه. فعلا الفضول شدني وبغيت نعرف شنو القصه ديال هاد المراه، واش هي حقيقيه ولا غير كانت توهم تاني. فعلا وقفت ليها وقالت لي خويا عافاك بغيتك توصلني لقدام شويه. انا بقيت تنفكر واحد شويه وقلت لها ما كاين حتى مشكل غير طلعي. وبالفعل حلات الباب. سولتها فين بغيتي نوصلك، هنا اختصرت الكلام وقالت لي غير لقدام. هنا انا كملت طريقي وغادي شويه حسيت بالوقت كيطوال، ورجعت نسولها
اختي فين بغيتي نوصلك؟ لكن الاخوان ما جاوباتنيش، غير الريحه ديالها هي اللي بديت كنشمها في الطوموبيل. كانت ريحه زوينه بزاف، ولكن هي كانت ساكته ما كتهضرش. فكرت انني نسولها مره اخرى فين بغيتي نحبس لك، ولكن ما كان حتى شي جواب. زدت عاود سولتها وما هضراتش. صافي جاني الشك في هادشي هذا، ومنين لفيت وجهي باش نهضر معاها هنا كانت المفاجاه، وهنا تصدمت على الاخوان. الطوموبيل كانت خاويه، ما كان فيها حتى شي حد من غيري انا، غير الريحه ديالها هي اللي بقات. وتصدمت صافي، حطيت يدي على وجهي وبديت كنغوت وكنبكي وكنقول علاش كيوقع لي هذا الشيء، علاش انا بالضبط، علاش ما كيوقعش لشي حد اخر. وانا مشيت عند الشيوخ والتزمت وصبرت، ولكن هذا الشيء مازال تابعني. وبديت كنحتج مع راسي ونبكي وكندب على زهري. ولكن كمل طريقي حتى وصلت للمدرسه، تما لقيت ابراهيم وما قلت لي حتى شي حاجه على اللي وقع ليا. الا انا راسي ما بقى عندي فيه الامل، وبديت كنحس براسي مسطي. فكيفاش غادي يقول ابراهيم وكيفاش غادي تكون النظره ديالو ليا؟ كملتها في قلبي وسكت. قال لي ابراهيم شوف عبد الرحمن، انا غادي دابا نمشي ندور على الاقسام باش نشوف واش الدنيا هانيه، واش كلشي مزيان. قلت لي واخا انا غادي نمشي نصايب اتاي. وبالفعل مشى ابراهيم وانا مشيت للكوزينه. بديت كنوجد اتاي وخدا لي تقريبا 10 دقائق، حيت كنت مخلي العافيه شاعله غير بشويه، حيت انا كيعجبني اتاي يكون مشحر مزيان على خاطره. وانا مشغول كنقاد في اتاي، لفيت وجهي ولقيت ابراهيم واقف ومسمر بباب الكوزينه كيشوف فيا وقال لي شنو كدير؟ انا جاوبته وقلت له كيفاش شنو كندير؟ راك عارفني شنو كندير، كنوجد في اتاي، مالك نسيتي ولا؟ انت غير سير ريح عند الباب وانا غادي نجيب لك الكاس. ولكن هو ما تحركش، بقى واقف بلاصه وحده وكيشوف فيا بواحد الشوفه في شكال وكيضحك واحد الضحكه غريبه. بديت كنحاول نهضر معاه باش نكسر داك الحاجز ديال الخوف، ولكن بقى كيشوف فيا بلا ما يرمش وبلا ما يهضر وبلا ما يحرك عينيه. صافي انا حسيت بالبراد ديال اتاي تيطبخ بحال تيتخوى على الفورنو، وبغيت نطفي العافيه. لفيت وجهي وطفيت العافيه، ومنين رجعت نشوف ما كاين حتى شي حد عند الباب. ظنيت ان ابراهيم واقيلا مشى عند الباب الرئيسي. خديت معايا البراد ومشيت عند ابراهيم، ولكن فاش وصلت عند الباب ما كانش ابراهيم تماك. بديت كنعيط ليه ابراهيم فينك صاحبي؟ ولكن الاخوان ما كان حتى شي جواب. قلت مع راسي يمكن مشى للمرحاض عزكم الله، ولا مشى يقضي شي غرض. تما قعدت وانا كنشرب اتاي والامور كانت عاديه، ولكن مازال ما كملتش الكاس كيبان لي ابراهيم جاي من بعيد، مشيت الساحه ديال المدرسه. ومنين وصل قلت ليه فين كنت يا صاحبي؟ جاوبني وقال لي راني قلت لك مشيت نشوف الاقسام فاش قلت لك انا غادي نمشي ندور عليهم ديك الساعه مشيت وراه يلاه رجعت. قلت ليه كيفاش؟ غير دابا صاحبي كنتي واقف عندي في الكوزينه وكنا كنهضروا انا وياك. قال لي لا واقيلا بصح انت صافي تستيتيني، راه مني قلت لك يا صاحبي غادي نشوف الاقسام مشيت وخليتك ودابا عاد رجعت. زاد وقال لي شوف عبد الرحمن، راك بعض المرات كتقول شي حوايج غير منطقيه، وهذا الشيء ديالك راه غريب اخويا. قلت ليه صافي اسمح لي، يمكن واقيلا غير انا كبرت في العمر شويه، ولا يمكن بديت كنخلط الامور، غير اسمح لي وصافي. قال لي ماشي مشكل، ولكن حاول تجمع راسك شويه صاحبي. بقينا كنشربوا اتاي وكنهضروا تقريبا شي ساعتين وحنا كنا كنهضروا. ومن بعد قال لي يا ابراهيم دابا نوبتك سير دور على الاقسام، وقلبت ماك ما وقعت شي حاجه ورجع. قلت ليه واخا. خديت البيل ديالي في يديا ومشيت للداخل ديال المدرسه، وكان واحد الظلام كنت باغي نتفحص الاقسام ونشوف شنو كاين. ولكن هذه غتكون اشد ليله ديال الحراسه دازت عليا، كانت ارعب ليله في حياتي. خديت البيل ودرتو في يديا وبديت كنفتش في الحمامات اكرمكم الله والمكاتب والفصول، يعني كنمشي ندور باش نشوف واش كاينه شي حاجه. ولكن الغريب في الموضوع هو انني بديت كنسمع صوت مرا كتعيط ليا بسميتي، وكان الصوت جاي من صاله الالعاب. ديك الصاله كانت كبيره بزاف وكان فيها غرفات ديال تغيير الملابس، وانا غادي تنضرب بالبيل وسمعت واحد الصوت جاي من هاد البلاصه، ولكن الصوت كان جاي من غرفه التبديل. مشيت لغرفه التبديل وضربت بالبيل ولقيت قدامي مرا لابسه كلشي كحل. اش غنقول لكم الخوت، في هذه اللحظه ندمت على النهار اللي جيت فيه لهاد المدينه. كيفاش غنوصفها لكم؟ نقول لكم بشر ولكن ما كتشبهش للبشر، واحد الصفه غير الشوفه فيها تجمد الدم في الركابي. وكانت كتقول لي انا كنعيط لك علاش ما جيتيش وعلاش ما رديتيش عليا. جاوبتها وانا الله اللي عالم بيا، انت شكون وشنو بغيتي مني؟ غير تابعاني خليتيني بحال شي مسطي كنشوف شي حوايج ما يتقبلهمش العقل، غير فسري ليا باش نقدر نفهم. انا ما قادرش نستوعب حتى حاجه. قالت لي انت ديالي بوحدي. انا قلت لها كيفاش انا ديالك بوحدك؟ وبقات كدير واحد الضحكه شريره بحال كنت كتلذذ فاش كنكون خايف وكنعاني. انا في هذيك اللحظه قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبالزربه غبرات من قدامي. تذكرت انني فرطت شويه في الرقيه،
خاصني نرجع نحسن راسي ونلتزم بالاذكار والقران والصلاه، ولكن الثمن غادي يكون غالي. من بعد ما التزمت كلشي تبدل في حياتي، حتى هاد المراه اللي كانت ممكن تشكل على شكل مراتي تغيرات ولات كتبان ليا في شكل صفات كيخلعوا، حتى انني وليت كنشوف واحد الراجل حيطو بيضه وطويله بزاف في الدار عندي، كيدخل من غرفه ويخرج من غرفه وما كان حتى شي حد كيشوفه من غير انا، لدرجه انني بديت كنتخيل اشياء كتوقع. حتى هذا الراجل كنت كنشوفه كيجي يقعد او ينعس مع مراتي، وكل ما كنت تعود من الشيطان كان كيغبر ليه الاثار. كنت كنصبر ونجتهد باش نلتزم، بقيت على ديك الرقيه وكنجتهد باش يفوتني الحال، حتى الحمد لله سمعت باللي كاين واحد الشيخ في واحد الدوار ما بعيدش بزاف على هذيك المدينه اللي انا ساكن فيها. وفعلا شديت الطريق انا وصاحبي ابراهيم ومشينا عنده حتى لذاك الدوار. صراحه الله فينا وكرمنا مزيان، وعاودت ليه المشكل ديالي من الاول حتى الاخر، وقال لي باللي هذه اللي معاك هي جنيه عاشقه وكتحاول توهمك باش تشوف شي حوايج اللي يخليوك تخاف وتصنت لها وتوصل داكشي اللي بغات، لانك كتحاربها وهي بغاتك ليها ولكن انت رافضها. كتحاول تحمقك، ولكن ان شاء الله انا قادر نخرجها. ولكن قبل ما نبداو العلاج خاصك تخرج من هاد الدار هادي وتحول وتسكن في مكان اخر. فعلا داكشي اللي درت، خليت ديك الدار ومشيت تحولت سكنت في واحد الدار وحده اخرى، وكملت العلاج ديالي مع الشيخ، وكل شيء الحمد لله بدا كيتلاشى مع مرور الوقت، وما بقيتش كنشوفها ولا كنحلم بها. مع مرور الايام والحمد لله تشافيت منها. لكن اللي بقى عندي هو الوسواس، بديت كنخاف من اي حاجه ولو تكون شي حاجه غير صغيره، ما عرفتش كيفاش نتخلص من هذا الوسواس. صبرت وتحملت وعانيت، حياتي تقريبا ضاعت، حسيت انني فقدت الحياه مره واحده، ومازال خايف يمكن شي نهار ترجع لي الجنيه هذه، ولكن خليت الامر ديالي لله تعالى. وهذه هي قصتي اللي حبيت نشاركها معكم. الاخوان القصه ديال اليوم سالات، وبغيت نقول لاخونا عبد الرحمن الحمد لله على السلامه، وجزاك الله خير على الصبر، لانه الصبر هو مفتاح الفرج. فعلا الواحد الا ابتلاه الله باي نوع من البلاء خاصو يصبر ويتحمل ويحتسب الاجر الله سبحانه وتعالى. بعض المرات كيكون البلاء في نظر الشخص خايب، ولكن هو نعمه. يعني يمكن يكون الانسان مقصر بينه وبين الله او عليه شي ذنب ولا دار شي حاجه، وكنقول لكم باللي ما تقنطوش من رحمه الله سبحانه وتعالى. ولا تبتلى الانسان وصبر، ممكن الله يغفر له ذنوبه او يغير حاله الافضل او يحول السيئات للحسنات. القصه ديالنا سلات الاخوان، كان معكم اخوكم يوسف. نتلاقاو في قصه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.